صباح الخير. ما ينفعش الكلمتين اللي هقولهم دول اقولهم وانا بضحك، ما ينفعش ابدا. انا زعلان والله، زعلان على اللي بشوفه ده على الفيس. كل الناس بتشتكي، الناس بتشتكي. بقلب على التيك توك كده، زي ما بقلب كده بشوف يعني الناس بتتكلم في ايه. الناس بتتكلم في غلا الاسعار، الناس مش قادرة تشتري. حد كاتب لي وبيقول لي يعني مش قادر يجيب كيلو بطاطس وازازة زيت، كيلو بدنجان. بيقول له امال ناكل ايه؟ خلاص ما بقناش نجيب اللحمة. الناس بتشتكي من الغلا، كل حاجة بتغلى يوم عن يوم. طيب اضحك اقول ايه؟ الناس بتشتكي من المستشفيات العامة والتأمين الصحي، الناس بتشتكي من المرض، الناس بتشتكي من العلاجات، مفيش علاج. الناس بتشتكي من قوائم انتظار، بيقولوا لسه بدري علينا على ما نخش نعمل عملية. الناس بتشتكي. ام بعتة بتقول لي بنتها بتاخد درس، هي في تانية ثانوي، بتقول لي انا بستلف عشان اوديها الدرس، ما معناش. الناس بتشتكي من المرض، الناس بتشتكي من الفقر، الناس بتشتكي من الحوجة، مفيش. وناس بعتة بتاني بتقول لي يلا ساحل يا استاذ كمال، ما بتقولش على ده ليه؟ يلا ساحل لعمرو دياب وتامر حسني واللي في الساحل الشمالي دول، ما بتتكلمش عليهم ليه؟ الناس اللي بتاخد الملايين والمليارات ديت ما بيتبرعوش لبلدهم ليه؟ الفنانين والممثلين يعني الناس المشهورين دول ما يتبرعوا للناس الغلابة. مفيش الكلام ده ليه يا استاذ كمال؟ ما بتتكلمش فيه ليه؟ يعني الناس اللي بتدفع في التذكرة يقول لي 100,000 و200,000 جنيه. اليوم في فندق العالمين ب1000 دولار، ب50,000 جنيه، وما تنزلش المية. هي الناس دي فين؟ قلت لهم ما انا بقول والله، يعني هقول لهم ايه بس؟ والله هم برضو اكيد بيعملوا خير والله. انا قلت اكيد الناس دي بتعمل خير والله. فما عنديش حاجة يعني اقولها، ولا اقدر لا ابتسم ولا اقدر اضحك ولا اقدر. انا زعلان والله، ولا املك غير ان اواسي كل اهل مصر واقول لهم معلش، الحال من بعضه والله. والله الحال من بعضه، والله الحال من بعضه. انا بقسم بالله، امبارح الاثنين انا نزلت قبضت المعاش ورحت لصيدليه العزبي عندنا، انا بجيب العلاج بتاعي. والله جبت 3 علاجات بس، هم عارفيني في الاجزخانه، وما قدرت اجيب الباقي. ابننا في الاجزخانه قال لي خد العلاج يا عم كمال ما يجراش حاجه، ويعني بعدين يعني قلت له لا يا حبيبي، ال3 دول يمشوني على ان شاء الله كده، ما في فلوس جايه ان شاء الله، واجي اخد بقيه العلاج، لان في البيت في شويه حاجات كده اولويات مهمه يعني مع العلاج يعني. ف يعني الحمد لله والشكر لله. انا يعني مش ما عنديش حاجه اقولها والله. ربنا يحلها، وربنا يفرجها من عنده، وربنا يفك كربنا كلنا يا رب. فشايف كل الناس زعلانه، انا بعيد وازيد تاني. على الفيس الناس تعبانه، على التيك توك هم دول اللي عندي يعني اللي ببص فيهم كده. وناس بتبعت لي والله على الصفحه بيقولوا لي يعني مشاهدات عندي في حاجات وصلت يعني ل 200,000 و300,000. بشكر كل الناس اللي بتتابعني والله على الصفحة، أنا بشكرهم. يعني لاقي كل استحسان من كل الناس والله. ربنا يحفظكم ويعدي مصر الأزمة اللي احنا فيها دي، ربنا يعديها علينا إن شاء الله. والكهرباء تنزل ترجع تاني، والمية والغاز والعلاجات ترجع تاني، والأسعار ترجع تاني، وكل حاجة ترجع إن شاء الله. أنا عشمان في ربنا خير، ولا أملك غير الكلمتين دول. ربنا يسعد صباحكم يا رب بالصحة والستر وعدم الحوجة. وصل صوتك.